كتير مننا وهو بيحاول يتعلم استثمار ويثقف نفسه لازم يشوف اسم وارن بافيت، وده من أكبر مستثمري البورصة الأمريكية وواحد من أغنى رجال الأعمال في العالم. النهاردة هقول لك شوية قواعد هو طبقهم وأكيد هتستفيد منهم. أول قاعدة: ما تشتريش سهم إلا لما تكون متأكد إنك مش هتبيعه خلال ال20 سنة اللي جاية. تاني قاعدة: استثمر أرباحك، يعني كل ربح يجيلك ما تصرفوش، والافضل ليك انك تستثمره. تالت قاعده: لازم تتاكد من اسعار الاسهم اللي انت عايز تشتريها وتشوف هل سعرها الحالي ده حقيقي ولا متاثر بمتغيرات مؤقته وهيرجع لسعره تاني. رابع قاعده: نوع محفظتك الاستثماريه، يعني ما تحطش البيض كله في سله واحده، وده علشان تتجنب الخساره. خامس قاعده: حاول تتحقق من البيئه قبل الاستثمار، يعني تعمل تحليل للسوق وتعرف ايه اهم القطاعات الواعده اللي تدخل فيها، وكمان تعرف حجم المخاطر وتتابع اخبار السوق والشركات اللي هتستثمر فيها. اخر قاعده بقى هي انك تدور على الشركات اللي بتدي جزء من ارباحها للمساهمين، وتكون الارباح في شكل فلوس لانها بتعتبر دخل اضافي ليك بصفتك مساهم، وبيأكد ان الشركه دي قويه ومستقره ماليا. في النهايه حابب اقول لك ان نصايح وارن بافيت مش مجرد كلام، دي زي ما تكون خريطه طريق لتحقيق الثروه. وخليك فاكر ان الاستثمار مش سحر، ومحتاج صبر ودراسه وتحليل مستمر. قبل ما تاخد اي قرار قول لي في الكومنتس بتطبق كام نصيحه من نصايح وارن بافيت.